السلام عليكم. اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناتنا وقناتكم قناة المراجع المصري للمحاسب القانوني محمد صفوت. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن جزئية جديدة، وهي الجزئية الخاصة بقرار وزير المالية رقم 167 لسنة 2025 اللي انتم شايفينه قدامكم على الشاشة. قال وزير المالية بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية وعلى القانون رقم 5 سنة 2025 في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب، تمد مدة الثلاثة شهور المنصوص عليها في المادتين 2 الفقرة الثانية 1 و6 من القانون رقم 5 سنة 2025 المشار إليه لمدة 3 شهور تبدأ من 13/5/2025. احنا كنا اتكلمنا قبل كده في شرح قانون 5 سنة 2025 ان قلنا ان يجوز لوزير المالية ان هو يمد مدة مرة واحدة فقط، والمادة رقم 2 اللي بيتكلم عليها ديت اللي هي الجزئية اللي انتوا شايفينها قدامكم، الجزئية اللي هي الخاصة بالمادة رقم 2. قال لك ايه؟ قال لك ويشترط لتطبيق حكم المادة الأولى من هذه المادة الآتي: تقديم طلب التسجيل بالنسبة إلى ضريبة الدخل وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونا، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة فقط، وهي المرة الواحدة اللي احنا بنتكلم عليها ديت اللي هي الخاصة بالمادة بتاعتنا. الجزئية التانية اللي احنا كنا هنتكلم فيها اللي هي الجزئية بتاعت المادة التانية اللي هي كانت بتتكلم ان لا يجوز ان تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل او الضريبة على القيمة المضافة او الدمغ او رسم التنمية لغير المسجلين مصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. ويعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط. يعني حضرتك من حقك ان انت تسجل بدون اي مخالفات لو انت ما كنتش مسجل اي حاجة سواء قيمة مضافة او دخل، وان انت حضرتك تبادر بالتسجيل. وكان عندك ال3 شهور الاولى اللي هي من تاريخ العمل بالقانون اللي هو اللي كان القانون عندنا في 13 او 12 فبراير 2025 بس، ورئيس الجمهورية مضى عليه في 13 فبراير 2025. يعني بنتكلم اخرنا في 13/5/2025. ودي قال لك هنا اهو من 13/5/2025 ليك مدة واحدة فقط اللي هي ال3 شهور التانية. وقال لك الجزئية التانية اللي هي جزئية المادة 6، والمادة 6 معانا اللي هي اللي كانت بتتكلم على الجزئية الخاصة بأن يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبين في الاستفادة من أحكام مادتين 4 و5، وكنا شرحناهم قبل كده في خصوص التعليمات التنفيذية اللي هي 17 سنة 2025 اللي هو بالنسبة لأن هو يدفع ضريبة تعادل 30% في مقابل إنهاء المنازعات دي لو هو بيتكلم على فترات ما قبل 1/1/2020، و40% بيتكلم على آخر اتفاق مسبق أو الفترات الضريبية محل النزاع. ده كل ده بالنسبة للمادة 3 و4، واتكلمنا عليهم بتفصيل قبل كده في الجزئية الخاصة بالتعليمات التنفيذية زي ما قلنا قبل كده. هو كل الموضوع ان هو قال لك ان هو يجوز لوزير المالية ان هو يمد لمدة واحدة فقط، ونتيجة الكلام دوت ويجوز بقراره من وزير المالية هو مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة، ونتيجة لده هيمدها لمدة تانية اللي هي ال3 شهور. يعني احنا بنتكلم هنا بتاريخ من 13/5/2025 هتبقى 13/6/و7/8/2025. وإن شاء الله لو في أي جديد هنبلغكم بيه أول بأول. السلام عليكم.